فيلمنا بيبدأ في حفلة تنكرية في الهالوين واللي فيها كارين بترقص مع براين جوزها وبيستمتعوا بوقتهم مع بعض، وفجأة بتحس كارين بألم شديد في بطنها وبتبعد عن ساحة الرقص، وبيشوفها جوزها وبيقلق عليها فبيروح لها عشان يطمن عليها، وبيطلع ان كارين حامل بقالها حوالي شهرين ومع ذلك بتحس انها على وشك الولادة، فبياخدها براين واصحابهم بسرعة للمستشفى، وهناك بتبقى الممرضات مش مصدقينها لما بتقول ان لسه قدامها حوالي 7 شهور عشان تولد، وبيدخل عليهم الدكتور وبيهديها وبيقول لها ان ده ممكن بس يكون مجرد انقباضات في الرحم بسبب الحمل، ولكن بيتفاجئ لما بيشوف السونار اللي اتعمل على بطنها، وبتاخد كارين نفس عميق وبتشد بطنها جامد لحد ما بيخرج من رحمها طفل مكتمل النمو في صحة ممتازة، وبتاخد ابنها في حضنها بعد الولادة وبتقرر انها تسميه جاك، وبيتفقد الدكاترة حالة جاك العجيبة وبيكتشفوا انه عنده حالة نادرة بتخليه ينمو بمعدل فوق النمو الطبيعي، وبسبب ده بتنمو خلايا جسمه بسرعة 4 أضعاف عن المعدل الطبيعي، وبالرغم من ان المفروض ان جاك يبقى عنده في الوقت الحالي شهرين بس، الا انه بيبقى كأن عنده 9 شهور، وبيقول الدكتور لكارين وجوزها ان الطفل في حالة صحية ممتازة وما عندوش اي مرض او تشوه في اعضائه، وبيقول ان ربنا ادى لكل انسان ساعة بيولوجية بتخليه ينمو بمعدل معين، لكن الساعة البيولوجية بتاعت جاك بتمر اسرع بكتير من ساعة اي انسان تاني، وبتكون الحالة اللي عند جاك محدش سمع عنها قبل كده، بالتالي ما بيكونش ليها اي علاج، وبيقول الدكتور ان لو معدل نموه فضل على الوضع ده هيبقى عنده 40 سنة في عمر ال10 سنين، وبيبقى اهل جاك مش مصدقين اي حاجة، وبعد 10 سنين بيحصل اللي الدكتور كان متوقعه، وبيكون جاك راجل بالغ في عمر ال40 سنة وهو عنده 10 سنين بس، وبتبقى تصرفاته زي تصرفات الاطفال بالرغم من شكله الكبير، وبيبقى اهله عمرهم ما خرجوه من البيت او خلوه يعدي البوابة عشان بيبقوا خايفين عليه من التنمر، وبيكون اطفال الجيران شافوه من شباك اوضته وبيقولوا عليه انه وحش عملاق بياكل الاطفال، وبيكون لورنس هو مدرس بيشرف على تعليم جاك كل يوم في البيت بدل ما يروح المدرسه، وبيبقى هو الوحيد اللي قريب جدا من جاك بجانب كارين وجوزها، وفي يوم بيشرح لورنس حاجه لجاك في المنهج التعليمي، بس جاك بيبقى متشتت ومش مركز بسبب الاطفال اللي بره البيت وعايزين يتفرجوا على الوحش، وبيتعصب جاك وبيرمي عليهم من الشباك لعبته اللي على شكل عين، وبيخليه لورنس يرجع للمذاكره ولكنه بيلاحظ الحزن اللي في عيون جاك، وبعد الحصه بيقترح لورنس على براين ومراته انهم يودوا ابنهم للمدرسه، وبتكون كارين متحفظه جدا على ابنها وبتبقى ضد الفكره، فبيقول لهم لورنس انهم ممكن يتكلموا مع مدير المدرسه بخصوص ابنهم، وان المدير هيخلي الاطفال مستعدين لاستقبال جاك في المدرسه، وده هيخلي جاك يعرف يتاقلم في المدرسه ويختلط مع الطلاب، بس برضه بتبقى الاسره ضد الفكره، وبالليل بيلعب جاك مع ابوه وامه استغمايه في البيت، واما اللعبه بتخلص بيسال جاك امه هل هو فعلا وحش عملاق لانه سمع الاطفال بيقولوا عليه كده، وبتقوله كارين انه طفل طبيعي زي اي طفل، وبتكذب عليه عشان ما يتاذيش نفسيا ويعيش طفولته، وقبل ميعاد النوم بيتكلم براين وكارين عن موضوع الحاق ابنهم بالمدرسه، وفجاه بيدخل عليهم جاك في اوضه النوم وبيبقى عايز ينام معاهم بسبب انه جاله كابوس وهو نايم، وفي يوم بيتقال لجاك انه هيروح اخيرا المدرسه لاول مره في حياته، وبيحلق له ابوه دقنه وبيلبسه ملابسه عشان يستعد للمدرسه، وبتجهز له امه سندوتشات المدرسه وبيوصلوه، وهناك بيقابلوا مجدي المدير اللي بيرحب بانضمام جاك للمدرسه وبيتمنوا له اهله حظ سعيد، وقبل ما يمشوا بتقول له كارين انه يتصل عليهم في اي وقت لو تعرض للتنمر، وبيعرف المدير جاك للمدرسه ماركيز، وبيدخل جاك للفصل وهو مكسوف وبيقف قدام الفصل وبتعرف ماركيز زمايلها عليه، وبيكون اطفال الجيران اللي كانوا بره بيته معاه في نفس الفصل، وبتطلب منه ماركيز انه يتفضل ويقعد على المقعد بتاعه واللي بيكون صغير وضيق جدا عليه، ولما بيحاول جاك انه يرتاح على المقعد بيقع على الارض وبيضحك كل الفصل عليه، وحتى لما بيجيبوا له مقعد حجمه اكبر بيتكسر بسبب وزنه وبيضحك عليه الاطفال وهو بيعيط ومتضايق، وخلال الفسحه بيبقى جاك لوحده في ملعب الاطفال وبيبصوا عليه وبيهمسوا في ودان بعض وبيتكلموا عن حجمه العملاق، وبيتفرج عليه مجموعه الاطفال اللي كانوا بره بيته وبيبقى خايفين منه عشان لو ضايقوه هيعرف انه يضربهم بسهوله، وبيبقى قائد المجموعه لويس معاه العين اللعبه بتاعت جاك وبيطلعها من شنطته وبيوريها لجاك، وبعدها بيدخل العين بسرعه جوه الشنطه، وبتظهر مجموعه تانية من الاطفال وبيتحدوا مجموعه لويس في مباراه كره السله، ولما بيتفرج جاك عليهم وهم بيلعبوا بيحس بنغزه في ظهره، واللي بيكونوا بنتين بيلمسوه بعصايه عشان خايفين يلمسوه، وبيسالوه عنده كام سنه وبيتريقوا على شعره الخفيف ودراعه المشعر، وبعد لما بيخليهم جاك يبعدوا عنه بتتحرك كره السله وبتوصل تحت رجله، ولما بيمسكها جاك من على الارض بيزعقوا له الاطفال وبيقولوا له انه هيلوثها بسبب لمسه ليها، وبيحس لويس ومجموعته بالاسى على جاك اللي كل الاطفال خايفين منه وبيتنمروا عليه، ولما بيرجع جاك للبيت بيكون متضايق جدا بسبب اللي حصل في المدرسه وبيستخبى في كرتونه، حتى لما امه بتعمله الاكل اللي هو بيحبه وما بيرضاش ياكل منه، وبيقول لابوه على اول يوم ليه لما جرب يسوق الدراجه، وبيبقى اداء جاك في السواقه احسن بكتير من ادائه زمان، وبيتكلم ابوه معاه بخصوص الاطفال اللي في المدرسه وبيقول لابنه ان الاطفال في يوم من الايام هيتعودوا عليه وهيصاحبوه، وفي تاني يوم خلال استراحه الغداء بيدخل جاك جوه نفق في ملعب الاطفال بسبب انه ما عندوش صحاب ياكل معاهم، وبتحس
بتحس المدرسة ماركيز بالأسى عليه وبتقرر إنها تاكل معاه عشان ما يحسش إنه وحيد. وبيتحدى مجموعة لويس مجموعة الأطفال اللي اتحدوه اليوم اللي فات في مباراة كرة السلة، وبسبب إن فريق لويس ناقص بينده على جاك وبيخليه ينضم للفريق ويلعب معاهم. وفي أول المباراة بيبقى جاك مش عارف يلعب إزاي أو المفروض يعمل إيه، بس مع استمرار اللعب بيفهم جاك طريقة اللعب وبيسجل أكتر من هدف في المرمى وبيخلي فريقه يكسب لأول مرة. وفي الفصل بتخلي مركز الأطفال يكتبوا موضوع تعبير عن هم عايزين يبقوا إيه لما يكبروا، وبتدي اهتمام كبير لجاك بسبب حالته الخاصة. وبيبدأ جاك إنه يعجب بمدرسته ويقع في حبها. وبعد المدرسة بيشكر جاك لويس بسبب إنه سمح له إنه يلعب معاهم، فبيطلب منه لويس رد الجميل وبيطلب منه يمثل إنه مدير المدرسة قدام دولوريس أم لويس عشان لويس ما يقعش في مشكلة بسبب إنه ما بيعملش الواجب المدرسي. وبتوصل دولوريس للمدرسة وبتتعرف على جاك وبتصدق إنه المدير، وبتقول إنها اتطلقت مؤخرا وإن ابنها بيتصرف بالشكل ده في المدرسة بسبب الطلاق. وبيبقى جاك مش عارف يرد عليها ويقول إيه، وبيقول لها إن لويس أذكى طفل في المدرسة وإنها ما تقلقش عليه. وقبل ما بتمشي بتدي دولوريس رقمها لجاك وبتقوله انهم يتعشوا مع بعض في يوم. وبيشكر لويس جاك على اللي عمله وبيقرر انه يضمه للمجموعه. وبيكون جاك سعيد جدا وبيجري البيت وهو فرحان. واول لما بيوصل للبيت بياخد التليفون من امه وبيتكلم مع ابوه وبيحكي له اللي حصل النهارده في المدرسه. وفي عطله نهايه الاسبوع بيخبط لويس على باب بيت جاك عشان يخليه يبات عنده في البيت. وبتتفاجئ كارين من الفتره القصيره اللي جاك لحق فيها انه يتصاحب على زمايله في المدرسه، وبتسمح لابنها انه يروح لبيت لويس، ولكنهم بيروحوا لبيت الشجره اللي لويس واصحابه بيتجمعوا فيه. وبيبقى باقي الاطفال مش عايزين جاك ينضم لهم، بس لويس بيوريهم مجله فيها عارضات متصورين بالبيكيني واللي جاك عرف انه يشتريها لانه راجل بالغ. فبيعرف الاطفال انهم ممكن يستغلوا شكل جاك الكبير عشان يعملوا حاجات كتيره هم مش عارفين يعملوها لانهم اطفال. وفي النهايه بيوافقوا على انضمام جاك ليهم وبيتكلموا مع بعض عن البنات والكحول. وبتبقى كارين مفتقده ابنها بسبب ان دي اول مره جاك ما يكونش جنبها في حياتها، وبيلاقيها جوزها وهي في الكرتونه اللي جاك بيحب يلعب جواها في البيت. وبيقول لها براين ان طفلهم بيكبر وان دي حاجه كويسه. وفي تاني يوم في المدرسه بيتصور الاطفال عشان صورتهم تتحط في كتاب المدرسه الثانوي. ومن اليوم ده بيبقى جاك عضو مهم جدا في المجموعه، وبيخرجوا وبيلعبوا في بيت الشجره كل يوم وفي الهالوين. وبيشتري جاك للاطفال مجالات اكتر. وفي يوم بيجيب جاك معاه المدرس لورنس لبيت الشجره وبيقضي الاطفال معاه وقت لطيف وهو بيلعب معاهم ويتصرف زيهم. بس بيت الشجره ما بيقدرش انه يستحمل وزن جاك ولورنس فبيتدمر وبيقع من على الشجره. ومع مرور الوقت بيكبر جاك بسرعه في السن وبيبدا شعره يقع، فبتستخدم جاك صبغه سودا على شعره عشان يبان انه لسه ما عجزش. وبيبدا زمايله في تسليم مواضيع التعبير عن هم عايزين يبقوا ايه في المستقبل، بس جاك بيبقى محتار ومش عارف هو عايز يبقى ايه. وبتقول طفله انها عايزه تتجوز لما يبقى عندها 28 سنه، ولما بيحسب جاك الوضع بيكتشف انه هيتجوز وهو عنده 112 سنه بالمعدل ده. وبيحس جاك بالحزن وبيقول في سره انه عايز يكون عايش لما يبقى بالغ. وبعد انتهاء الحصه بيطلب من المدرسه ماركيز انها تخرج معاه في ميعاد غرامي ويرقصوا مع بعض. ولما بتحاول ماركيز انها تخليه يفهم هما ليه ما ينفعش يخرجوا مع بعض بيبوسها جاك بكل براءه. فبتتضايق ماركيز وبتقول له جاك انه لسه طفل وانهم ما ينفعش يكونوا مع بعض وبتعتذر له. بس جاك بيعيط وبيجري بسرعه وبيمشي، وهو نازل على السلالم بيقع على الارض وبيتم نقله للمستشفى بسرعه. وبيجي اهله بسرعه للمستشفى بسبب خوفهم على ابنهم، وبيقول لهم الدكتور ان جسم جاك اتعرض لاصابه شديده بسبب سرعه نمو خلايا جسمه، بالتالي ساعته البيولوجيه على وشك الانتهاء، وده معناه ان جاك ما عندوش سنين كتير باقيه عشان يعيشهم. ولما بيرجعوا للبيت بتقول كارين لابنها ان هي وجوزها قرروا انهم يخرجوه من المدرسه لسلامته. وبيكون جاك متضايق ومتعصب جدا لانه مش عايز ينفصل عن اصحابه، وبيتحايل على ابوه انه يرجعه للمدرسه، بس اهله بيبقوا عارفين انهم ما ينفعش يرجعوه للمدرسه بعد اللي حصل وما بيوافقوش. وبيكون جاك معاه علبه الكبريت اللي مكتوب عليها رقم تليفون دولوريس واسم نادي الليل اللي هي بتروحه. وبيخرج جاك من البيت من غير اذن اهله لاول مره وبيروح النادي، وهناك بيقابل راجل اسمه بولو وبيشرب معاه كحول لاول مره. وبعد دقايق بيقابل دولوريس وبيرقصوا مع بعض، واثناء ما هما بيرقصوا بتحاول دولوريس انها تبوسه، بس جاك بيفتكر انها ام صاحبه فبيبعد عنها، ولكنه بيخبط في راجل وراه وهو بيتحرك لورا، وبيكون الراجل سكران وبيتخانق مع جاك وبيشتمه جاك وبيتضرب في وشه. وفي نهايه الليله بينتهي الحال بجاك في السجن بسبب تخريبه للنادي، وبتدفع له دولوريس الكفاله وبتوصله لحد بيته. ولحسن حظه بيكون اهله نايمين فما بيقعش في مشكله. وبيعدي اسبوعين على حادثه وبيبقى جاك دقنه طويله ومكتئب وحزين في اوضته وما بيخرجش منها، وبيروح له اصحابه عشان يشوفوه كل يوم ولكنه ما بيرضاش يخرج من البيت. وبتخلي كارين المدرس لورنس يجي البيت عشان يتكلم مع جاك ويخليه يخرج من اوضته واكتئابه، وبيقول له جاك انه مش عايز يتعلم حاجات عمره ما هتجيله الفرصه في حياته انه يستخدمهم لانه هيموت قريب. وبعد ايام بيجي لويس ومعاه كل الفصل البيت جاك وبيندهوا عليه انه ينزل ويلعب معاهم. وفي تاني يوم اخيرا بيخرج جاك من اوضته وبيبقى حالق دقنه وبيقرر انه يرجع للمدرسه، وبيسمح له اهله بده عشان عرفوا قد ايه المدرسه بتخلي ابنهم سعيد. ولما بيرجع جاك للفصل بيسلم على اصحابه واللي بيكونوا فرحانين جدا برجوع صاحبهم. وبعد 7 سنين بيكون جاك مع اصحابه في حفله تخرج من المدرسه الثانويه، وبيبان ان جاك بقى عجوز وشعره ابيض ووشه مليان تجاعيد. ولما بيجي الدور عليه عشان يقول الخطاب
بيقول للناس إن الحياة قصيرة وبينصحهم إنهم يستغلوا كل لحظة في حياتهم ويخلوا حياتهم فريدة من نوعها. الفيديو ده كتبه كريم أشرف وسجله محمد طاهر، ده اللي هو أنا يعني، ومنتجه محمود مجدي. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحة فيلم في ال50 عشان تتابعوا الملخصات الدرامية، وفولو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية، وفولو لصفحة هاكونا ماتاتا عشان تتابعوا ملخصات الأنمي والكرتون. سلام.